السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الشاورما في الكريب زي ما انتوا شايفين كده. معانا أول حاجة المقادير اللي هنتبل بيها الفراخ اللي هنعملها شاورما. معانا هنا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة قطع رفيعة كده، اللي هي تقطيعة الشاورما. ممكن تقطعيها عند بتاع الفراخ أو انت تقطعيها. ومعانا هنا بقى التوابل، معانا فلفل اسود وقرفة وتوم باودر وبصل باودر، ومعانا ملح، ومعانا بهارات فراخ، ومعانا بابريكا وفلفل اسود، ومعانا علبة زبادي، ومعانا عسل ابيض. ان شاء الله كل المقادير دي اللي هنتبل بيها الشاورما، تتبيلة بسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص، وبتغني عن توابل الشاورما اللي بتشتريها من بره. هنحط اول حاجة معلقة كوباية الزبادي، وهنحط حوالي نص معلقة كبيرة من العسل الابيض، وهنحط كل التوابل. وعلى فكرة انا هحط ليمون دلوقتي، بس انا نسيت احطه في المقادير، يعني ممكن ليمونة صغيرة او نص ليمونة كبيرة. حابة طعمها يبقى مزز اكتر هتحطي ليمونة كبيرة زي ما تحبي. وطبعا هنظبط الملح بتاعها بعد كده نزلنا هنا الفراخ المتقطعة قطع، نقطعها قطع رفيعة على قد ما نقدر، وهنسيبها في التتبيلة اقل حاجة ساعتين، ما تقلش عن كده، علشان الفراخ تبقى معانا كده طرية وحلو. بعد ما خليناها بقى في التلاجة ساعتين، او انا سبتها اكتر كمان، هنجيب بقى طاسة او حلة او ووك زي ما تحبوا، وهنحط شوية زيت صغيرين، ممكن نحط معلقة سمنة، بس الزيت كده يعني ايه ما بيلسوعش معايا. وبعد كده هنحط الفراخ المتبلة او الشاورما. انا يعني ما عملتش النص كيلو كله، كان ده الكمية اللي انا محتاجاها حاليا يعني. ممكن تسيبيها متبلة في التلاجة عادي، وممكن تحطيها في الفريزر بتتبيلتها، ووقت ما تطلع تفكيها وتعمليها على طول. هنا بقى بعد ما استوت معايا خالص، هنا بقى مقطعة الطماطم وبصل وبقدونس وفلفل الوان وفلفل اخضر رومي. بعد ما الفراخ تستوي خالص هيبقى يعني اول ما نحط الخضار مش هن يعني مش هنسويه، لا انا عايزة بس الخضار فيه قرشة كده، يا دوبك مش هيكمل دقيقة. يعني انا حطيت الخضار وقلبت على نار عالية بعد ما الفراخ استوت خالص، وهنقلبهم تقليبه، واحط كده شويه ملح وشويه فلفل اسود عشان الخضار اللي اتحط. وفي اخر حاجه خالص بقى هنحط البقدونس، عشان انا مش عايزه البقدونس يدبل معايا، ومش عايزه الخضار يدبل معايا خالص. لو حباها تبقى زي الشاورما اللي هي بتبقى في المحلات، بتلاقي كده الخضار اللي في الاخر بيحطوه اللي هو الفلفل والطماطم، بتلاقيه كده يعني مش مستوي خالص يعني. بعد بقى ما قفلت النار خلاص واستوت، عندنا هنا الكريب انا جايباه جاهز، ان شاء الله نبقى نعمل الكريب مع بعض. معانا جبنه موتزاريلا وخيار مخلل متقطع، الخيار ده بيتي، ومعايا كاتشب، ومعايا مايونيز. اول حاجه بقى هنجيب المايونيز، وهنحط كده شويه كاتشب بس ما كتروش، علشان الكريب ما يتهريش مننا. حابه بقى تزودي وانتي بتاكلي زي ما تحبي تحطي. وحطيت بقى الفراخ كده، وهنحط الخيار المخلل اللي مقطعه حلقات رفيعه، وحطينا طبعا جبنه الموتزاريلا والمايونيز كده الاخر. برضو حابه تزودي زي ما تحبي، بس يعني انا مش بفضل المايونيز كتير قوي يعني. وهلفه بقى اللفه دي، انا بحب اللفه دي جدا في الكريب، بتبقى حلوه كده وما بتتبهدلش، وبتبقى سهله، وما كده بتيجي تسويها بتبقى معاكي بقى بالشكل اللي هتشوفيه في الاخر ده. حطيت بقى شويه زيت كده في طاسه او صينيه، وهحط الكريب. عملت بقى الكمية، تخلوه كده على شكل مربع زي ما انتوا شايفينه، وتقعدوا بقى ايه تضغطوا عليه بالشيالة دي او باي حاجة عندكم، ممكن بايديكي كده او بطبق مثلا، تقعدي تضغطي عليه علشان عايزة الجبنة تسيح من جوه، وتديله بقى ايه يعني تبقى على نار عالية مش واطية، علشان انا مش عايزة الكريب يسيح، يعني الكريب ينشف
انا عايزه بس التحميصه الخارجيه دي، شايفين التحميصه دي، وفي نفس الوقت هو طري من جوه. حلو قوي اللون يعني دوت بيبقى مقرمش كده وطري من جوه. حابه تديله لون اخف من كده طبعا زي ما تحبي، وتفضلي برضو تضغطي عليه كده. انا مسرعه الصوره. وبعد كده بقى ايه، بعد ما تطمني ان خد نفس اللون من الناحيه التانية، يعني ايه خلاص بقى تشيليه على طول. انا معليه النار مش موطياه. هحط بقى شويه زيت كمان، بس شويه الزيت دول طلعوا كتير شويه، فشلت منهم كده بالمنزل. وهحط بقى الكميه التانية زي ما انتم شايفين. برضو تقعدي تضغطي، وما يتحمر من الناحيه دي هتقلبيه الناحيه التانية. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده، بجد اعملوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. بصوا بقى بتبقى كده تحسوها كده مضغوطه ورفيعه، ومن جوه الموتزاريلا سايحه. بجد دي افضل اكله عندي بحبها. طبعا لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.